السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي، وازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بألف خير. طيب يا صديقي، أنا عارف إن أنا متأخر عليك كده، بس أنت عارف بقى الضغوط وسنة وأنت تمام. أنا عايز أقول لك كده، روق لي بالك كده، وهات كوباية الشاي الرايقة جنبك. أنا بقى أما سماعك. طبعا أنت عارف إن أخوك ملوش في المونتاج ربع جنيه، بس هنعمل إيه؟ كل اللي إحنا بنعمله إن إحنا بنحاول نوفر لصديقنا يعني دي حلوة المشاهدة، خليك تستمتع النهارده. أنا جايب لك النهارده قنبلة المياه حرفيا. جايب لك حاجة هتحتل الفيو كله. تمام. بس طبعا قبل أي حاجة متنسيش تعملي اشتراك لأول مرة تشوفنا، ولو مش أول مرة خش اشترك في القناة دلوقتي وكسر زر اللايك وفعل الجرس يوصلك كل جديد. وانزل تحت شجعني بلايك وكومنت حلو منك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. حركة الله. هوب هوب هوب. انت رايح فين؟ انت عايز تبدأ الفيديو وش كده؟ اه ده في مفاجأة حلوة. تقول لي إيه الفرجة صديقي؟ هقول لك المفاجأة يا قلبي، إن إحنا هنبدأ بسلسلة تحديات. تقول لي إيه سلسلة تحديات؟ هقول لك سلسلة تحديات، يعني كل فيديو هننزله هعمل معاكم تحدي. تمام. وبمناسبة إن الفيديو ده أول فيديو، تمام، هيبدأ فيه فقرة تحديات. تمام. وإحنا معانا حوالي 500 مشترك في القناة. تمام، يعني 500 أخ وأخت، فالفيديو ده هيبقى التحدي عليه إن هو يجيب 50 لايك. تمام. هتقول لي 50 لايك ليه يا صديقي؟ أقول لك بقى، لسه اول حاجه في السلسله. تمام. فيلا بينا بقى كده ايه. انا عايز انا عايز رأي اللايك يشتي حرفيا. بس كده يا صديقي، مش هزود لك اكتر من كده، ويلا بينا بقى نبدا الفيديو. وده الفيديو بتاعنا كده يا صديقي. انا جايب لك النهارده طريقه عمل ارقام في مثلا الارقام تيجي دوله بولندا. تمام. رمز الدوله 4 8. تمام. اهم حاجه بس كده تسال على النبي في قلبك. تمام. لايك وكومنت وزع الاشتراك بتاعك رايق. ويلا بينا نستيل كده مش شرح على طول. طيب، طبعا انت هتحتاج تضيف طول النهار، تضيف زي ارشيف. تمام. وصفة سعر تكون رسمية. تمام. نايل تكون نسخة من المادة. تمام. تمام. طبعا طول النهار دول هتطلع من ارقام زي ارشيف. استنى عشان تفك ضغط الملف، لان طبعا هسيب لك الملف مربوط بباسورد. هيكون مكون من 4 ارقام او 6 ارقام، اي على حسب ما يكون. تمام. وهو بصوتي هينزل على الفيديو في الشاشة. تمام. تمام. ف طيب هنخش أول حاجة يفعل نمر الحماية. تمام. لو أنت مش مفعل الحماية يبقى فول هتمشي كده على المتجر، هتخش على الصورة اللي كويسة دي كده، وهتنزل تحت كده يا برو على الحماية، وهتيجي كده على التبس الأول، وهتلاقي متفعل عندك كده. لو ما فضلت سوا زي ما هي، وهترجع كده. طبعا هتطلب منك تحقق بالفيك اي دي وخلاص تمام. طبعا زي الشيك ده هتحتاج الفترة من الفايل، تقول لي زي ولا بتخش كده. تمام. أي ملف يبقى مقفول مثلا بالشكل ده. تمام. هيبقى مثلا عندي نسخة هتدوس عليها كده عشان تفتحها أو تثبتها، يطلب منك الباسورد. تمام. تمام. طبعا هنزل لكم باسورد على الشاشة. تمام. تمام. طيب نخش طبعا على تطبيق تومارا، أخش كده أعمل لكم مسح بيانات. تمام. تمام. وتروح تجيب جيميل جديد، يعني تعمل أكونت جديد. جيميل لسه عامله، وتعالى ورايا. هنخش كده على تومارا، وهنيجي هندوس على كلمة لوجن، وهندوس على جوجل. تمام. وهتختار الاكونت الجديد اللي انت ايه، طبعا ما تكونش سجلت بيه قبل كده. تمام. تختار الاكونت الجديد. يعني زي ما انت شفت دي فتح معاش من اي مشاكل، وهنا النمبرات وهنا الكولات وهنا طبعا الرسايل. تمام. زي ما انت شايف انا اصلا مفاهم منه. تمام. فاهم الرقمين اهوت. تمام. نرجع كده، هتقول لي طيب الارقام فين، او انا افعل الارقام ازاي؟ اقول لك يا صلى على النبي. طبعا هسيب لك هيحتاج هنا نسخة توصيل. انا اسف اني وزعتش في الفيديو، بس ايه، احنا هنحتاج نسخة توصيل. تمام. دي نسخة تحويل فلسطيني. فاهم. سيب لك اللينك تفتح، هتلاقي النسخة موجودة عن على التليجرام. تمام. طيب انا عارف طبعا، انا كنت بقالي فترة اصلا ما عرفتش الكلام دوت، ان انا بقالي فترة ما نزلتش، بس صدقني ده بيبقى ضغط كده يعني صديقي حرفيا اخوك طالع عينه. تمام. آه. يعني ادعي لي ويعني ربنا يقدرنا ونزل فيديوهات اقوى من كده كتير. تمام. طيب خش بقى كده على علامة الزر اللي تحت دي. تمام. زي ما انت شايف دي كده الارقام. تمام. طيب عامة الأرقام كلها شغالة. تمام. مش هقول لك بنسبة 100% هتساهم الكلام ده، أنا هقول لك الأرقام كلها شغالة. تمام. كلها بتبقى على الكود ده في الساعة. تمام.
طيب هتقولي بقى تحتاج نص التوثيق اللي هقول لك علشان نشوف الرقم محظور ولا مش محظور قبل ما نحفظه، تمام؟ طيب أنا طبعا أقول لك لو فعلا 699 دي معظمها بيبقى شغال ومعظمها محظور، فأنا ما بدورش فيها كتير، تمام؟ بس إذا شفت تحت كده هتلاقيها بتجيب معاك أرقام تاني، تمام؟ أنا هاخد كده الرقم كوبي، تمام؟ أو طبعا مش بيتنسخ على أساس عشان تكتب الرقم هنا، تمام؟ 6 7 4 2 4 وهتاخد الرقم كده كده، تمام؟ وأبدأ بقى نخش على نسخة التوثيق، تمام؟ نحط رقم كده وندوس واحد التالي. طيب كده هيبقى رقم بارع، نخش نجيب رقم غيره. 6 7 3 5، تمام؟ نحطها كارت كده ونرجع هنا. طيب أنا هاخد الرقم ده. أنا طبعا ظاهر لي أرقام كتير محظوظة لأن الرقم ده الأكونت دوت الجيميل ده جيميل قديم، يعني أنا كنت بستخدمه قبل كده، تمام؟ وعشان كده أصلا مش جايب لي أرقام، تمام؟ يعني زي ما أنا قلت في أول فيديو أنا مطلع من الجيميل ده رقمين، تمام؟ عشان كده هو مش جايب لي أرقام كتير شغالة. بس أنا هفضل أجرب معاكم لحد ما أسيب معاكم رقم علشان تعرف تسيب بعد كده، تمام؟ ده جيميل واحد بيعمل لك أرقام في اليوم، تمام؟ وأنت طبعا بعد يعني بعد 24 ساعة ممكن تخش على الجيميل تاني، تمام؟ وتعمل لك 5 أرقام كمان، تمام؟ بس يعني يستحسن إن أنت تجيب جيميل يكون جديد علشان آه كده أرقام كتير شغالة، تمام؟ لكن أنت هو بيعاني أهوت عشان كسلت أعمل جيميل جديد. بس عامة حتى لو الفيديو 10 دقايق 20 دقيقة أنا مش هحلكوا غير لما سيف نمبر قدام كتباتي. يا جدعان إن شاء الله قشطة. وأنت قاعد بتتفرج كده يا صاحبي انزل كده لايك كومنت شجعني بحاجة حلوة يعني، والله العظيم بيه طبعا طبعا، أنت فاهم؟ وأنت عارف طبعا يعني أكيد شفت فرق الإنتاج في الفيديو دوت، جايب لك ثغرة مجانية، عايز إيه أكتر من كده؟ انزل كده اضغطني بلايك وكومنت رايق منك، ولو مش مشترك خالص اشترك وفعل زر الجرس. صدقني الضغطة دي أنت ما أنتش هتخسر فيها حاجة، أنت كده كده هتستفاد، ولعل وعسى فيديو من عندي ينفعك قدام، فاهم؟ يا رب يا ساتر. الله أكبر. تعالي. طيب الرقم ده طبعا شغال، تمام؟ هنخش كده على نسخة واتساب، أهم حاجة تكون نسخة رسمية، تمام؟ ونعمل تعديل كده، تمام؟ أنا الرقم ده كنت المفروض أعمله عشان أطلب كده على رأس الساعة، بس للأسف أول ما جيت أصلا أحط ضخم وأطلب كتلة الساعة تدفع ما لحقتش أعمله، تمام؟ طيب كده الرقم شغال، بس كلمة نعم دي عشان أتأكد إن هو مش مربوط بجنيه ولا أي حاجة، بتتحكم بطريقة أخرى عشان أتأكد إن هو مش مثلا محروق كود قبل كده، فاهم؟ كده الرقم شغال ويبعت معاك كود على رأس الساعة بالظبط بدون أي مشاكل. أقوم طالع كده أخش على النسخة بتاعت النهار واكتب هنا في النيم، أكتب أي حاجة بقى، أكتب أي حاجة، تمام؟ وأدوس كلمة سيف وبعدين أكتب كلمة أجري، أجري، تمام؟ نقدر نسيف تاني، تمام؟ يعني أقدر بحقق إنك يعني مش روبوت والكلام دوت، تمام؟ لو قبل يعني هو دلوقتي أنا ده بس سيسكول يعني كده إيه، تمام؟ لو قبل الكلمة دي بس كده هتنشر الشبكة كمان كده هيعمل تحقق تاني، تمام؟ وهتدي إيه واحد سيف بعد ما خلصت، وبس كده تبقى الرقم متسايب معاك. طبعا انت ممكن تسيب لحد 3 ارقام، تمام؟ تمام. طيب بعد ما تسيب ال3 ارقام كل عليك انك تخش كده على سبوت زي ما قلت لك، وتستنى الساعه تكون مثلا 11 بالظبط ايا يكن، تمام؟ في اقرب الساعه بالظبط تقوم طالب الكود. وعايز اقول لك ان ديت يعني التو نهار الوحيد اللي بيشتغل، ممكن يعني انت مثلا تكتب كود على الساعه آه 10 ودقيقه، ماشي؟ 10 و15 ثانيه 20 ثانيه، انت فاهم؟ 50 ثانية ودقيقة ودقيقتين أحيانا بتزيد، فاهم؟ تمام. طيب في مشكلة بقى إيه هتواجه الكل دلوقتي، إن هم أحيانا لما ييجوا يسجلوا سكول يظهر لهم كلام أسود تحت كده، تمام؟ أنا جايب لك حل المشكلة، كل حاجة أنت تخش على المتجر كده، تمام؟ وهتخش على كلمة بحث
وهتكتب هنا VPN سافيو. تمام. VPN. هتقول لي طب انت مش مشغل VPN ليه؟ لو بصيت عندي في وقت ليه اصلا مش مشغل VPN؟ هتقول لي انت مش مشغل VPN. انا هقول لك انا يعني هو سنتين كده الكمبيوتر عندي من غير VPN. تمام. هي هتكتب البحث VPN سافيو. ايه طيب. ايه طيب يعني انت جاي تعلق في الفيديو ده ايه؟ عامة يا جدعان هو ايه سافيون VPN ده، تمام؟ ده ريال انترنت. ايوه هو ده. تمام. انت بتثبته طبعا ده في اكتر من سيرفر. تمام. فانت بقى بتقعد تجرب السيرفرات اللي فيه، عندك كل السيرفرات اللي هتلاقيها، وجرب سيرفرات كندا. تمام. يعني دي بعض السيرفرات اللي جواها. انا اصلا مش منزله يعني مش محتاجه. تمام. انا التطبيق اصلا مسجل عندي من غير VPN. فاهم؟ طيب. عندك سيرفر كندا ده تجربه. تمام. طبعا الولايات المتحده الامريكيه. تمام. ولو قلبت لتحت شويه اكيد هتلاقي سيرفر لايه؟ لبولندا او هولندا. تمام. ركز معايا انت هتجرب سيرفر الولايات المتحده الامريكيه وبولندا او هولندا. تمام. تمام. بس كده يا عم يكون الفيديو بتاعنا خلص. لخصت لك طريقه تطلع بيها ارقام في 10 دقايق. تمام. يعني بكل سهوله حرفيا. تمام. فكل طالب منك طبعا الكومنت بتاعك رايق والله كل حاجه. تمام. وعايز افهمك بقى على نقطه اخيره قبل ما تاخد بعض القطاعات اللي فين الباسورد. اقول لك اول رقمين من الباسورد يكون 20. تمام. على كده معايا على الضوء على السيتنج كده. تمام. هتدوس هنا. استنى عشان انا اصلا قسما بالله انا معاك تقريبا. لا. دي. ايوه. هتدوس هنا كده عشان تدي الاذونات. تمام. لازم قبل ما تطلب كود تدي جميع الاذونات. ما تقلقش يا فاهم. تيجي على تحسين البطارية ثواني. بعد ما عملت تحسين البطارية هدوس على ديت برضو. وقلت له لسه موجود التطبيقات الأخرى. تمام. عشان يبقى التطبيق دايما بحالة نشاط فاهمني زي تطبيق سافيون كده. تمام. بس كده يا عمي انت هتخش كده برضه هنجرب مثلا الرقم ده. تمام. تسيب معاه في رقم تاني. تمام. عامة هي كل الأرقام زي ما قلت لك شغالة. تمام. بس كل الموضوع ان انت تطلب الكود على الساعة ورقم ولا أقل. وقبل ما تسيب رقم تعمل زي ما انا عملت تاخد الرقم تحطه على نص التوصيل. تمام. عشان تتأكد ان الرقم مش محظوظ. ماشي. وبعدين هتحطه على نص الواتساب كأنك هتطلب عليه كود. تمام. اه يعني مثلا ده رقم شغال. او نحط على الواتساب اطلع عشان اطلع عليه كود مثلا. تمام. علشان لو الرقم حد مفعله. تمام. فيجي ساعات ما اجي ابعت كود على نص الساعه اتصدم ان في حد مفعل الرقم ده. فاهم. مثلا حد ربطه بجميل فاكيد عملوا تحكم بخطوتين. ما جيش سماعه قالت لي كود على نص الساعه. الاقي مثلا حد عمل تحكم. فانا اتضايق بقى فاهم. تمام. الرقم ده مش حد عمل له اي حاجه. وموجود استلام رساله نصية. تمام. قوم جاي كده برضه مسيبه. ادي رسيل اجريد سيب. تمام. عموما انا ممكن اطلع رقم من دول. انا حاليا صورت الفيديو لسه مش هعمل مونتاج دلوقتي. تمام. لو طلعت رقم من دول انزل لكم ايه اثبات في اول فيديو. تمام. وبس كده عشان ما كنتش طولت عليه. تمام. حلوين على 12 دقيقه. زي ما قلت لك بقى باذن الله الفتره الجايه. طيب عندي معلش لو انت ليك الشير فتعالى عايزك خدمه. تمام. ده هو لو انت ليك في مونتاج فعايز منك كم مساحه. وبس كده. السلام.